السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ردي على كلام الخائن ياسر برهاني وحزب الزور والبهتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. يعلم الله أنني ما كنت أنوي الرد على هذا الكلام الهايف ولا أعبرهم، لأنهم خانوا الله والرسول والمؤمنين، وخانوا أخوهم المسلم الملتحي فخامة الرئيس مرسي، خانوه وسلموه للخونة بمباركتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ما كنت أنا أتكلم عنهم أبدا، لأن ده خيانة. هتقول إيه في الخيانة؟ لولا أن أنا شفت الفيديو وكتب لي اسمه بالعريض باليافطة كلها، ده فجر. والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حديث البخاري. وكاتب لي تحتيه نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، مش بقى حزب النور هنا دعوة سلفية، يعني الدعوة السلفية تدعو إلى الخيانة، الدعوة السلفية بتدعو إلى خيانة المسلمين. فعشان كده برد دفاعا عن الدعوة السلفية اللي شوهوها. والله كان أكرم منهم يروحوا يحلقوا دقونهم، بدل ما يسيئوا للدعوة ويسيئوا للدقون ويسيء لعلامة الصلاة اللي فاردة في قرطه، اللي خلت واحد يقول وسمعتها والله. معقول واحد بالعلامة بتاعت الصلاة دي كده ويتصرف غلط؟ قلت له ليه هي العملية بالعلامة؟ هي العلامة بعلامة الصلاة والدقون أيام ما كانوا بيقيسوا الدقن بالشبر؟ لا، فين العمل؟ هذا عمل خيانة. لما يقعد حزب الزور والبهتان، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يقعد مع تاودرس زعيم الصليبيين، ويقعدوا مع العلمانيين الكفرة الكارهين للدين وهم عارفين كده كويس، ويشاركوا معاهم في إقالة أخيهم المسلم الملتحي الحاكم الشرعي اللي جاي بالصناديق وبالانتخابات اللي هم ارتضوها، يبقى دي خيانة ولا مش خيانة؟ الحديث الصحيح مسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ما يسلموش لأعدائه ويشارك في كده. والله تبارك وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ده الإسلام اللي تعلمناه بعقيدة الولاء والبراء. اللي عملوا ياسر برهاني واللي عملوا حزب الزور والبهتان معاه عمل من أعمال الكفر، لكن نطلق عليهم كفر ولا لا ده موضوع تاني. لكن هذا عمل من أعمال الكفر، إنك أنت توالي الصليبيين والعلمانيين ضد أخوك المسلم اللي منتخب شرعي، وكمان بتبرر. ما هي المصيبة كده. أنا يعلم الله ما اتكلمت وسكت. وحتى لما من زمان لما مرضوش يختاروا أخوهم حازم ولا يختاروا الرئيس مرسي، وراحوا ما عرفش يختاروا واحد تاني علماني ويقول لك انا علماني معتدل، نزلت بيان وقلت: اللهم كملنا بعقلنا يا رب. بس كده، بس تعليقي على اللي عملوه ده: اللهم كملنا بعقلنا، ما اتكلمش اكتر من كده. وبعدين يروحوا يقابلوا مش عارف شفيق ويقول لك حقنا للدماء، ويروحوا مش عارف يبوظوا، ملخبطين الدنيا كل تصريحات. الشاب الغلبان المفتون ده اللي فتنوه، اللي قاعد يطلع تصريحات حاجه تعر والله العظيم وتكسف، وللاسف باسمهم. وما رضيتش اتكلم لغايه ما تطلع انت وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل. كمان حسبنا الله ونعم الوكيل في لحمك ودمك وعظمك. يا خاين يا خونه، انت واللي اتفقت معاهم كلهم خونة لله وللرسول وللمؤمنين. لو يقول لك ايه: نحن نعمل لله عز وجل ثم للوطن وللمجتمع. تعمل لله؟ الله عز وجل قال لك روح اقعد مع تاودرس والعلمانيين وشيل اخوك المسلم، ده العمل لله. وبعدين بيقول: نرفض العداء مع مؤسساته وافراده، دول ابناء ديننا ومن عاهدوهم. المؤسسات والافراد دي اذا كانت بتعادي الاسلام وانت تعلم هذا تماما، تبقى في عداء بيننا وبينهم ولا ما فيش عداء؟ ما هي دي المياعة والميوعة اللي عملتوها، انكم ميعتوا الدين، وللأسف باسم الدين، وللأسف باسم الدين وبالدقون الطويلة. والشباب الناس الغلبان والشباب الغلبان بيقول لك اهو شوف لو انتوا على حق ما يكونش دول عملوا كذا كذا. ده كل واحد شوف دقنه قد ايه وعلامة الصلاة في وشه قد ايه. لا، نعادي اللي بيعادينا وبيعادي ديننا وبيعادي اسلامنا، وبعدين تقول لي الحرص عليهم مصلحة للعمل الاسلامي. كلام فارغ، ده كلام فارغ. وبعدين يقول ليه شاركنا
قلت شاركنا في ايه؟ قول ليه حطينا ايدينا في ايدين تودروس الصليبي الحاقد على الاسلام، وحطينا ايدينا في ايد العلمانيين الكارهين للدين ومش عايزين الاسلام؟ ليه بقى يا سيدي حطيت ايدك في ايدهم يا خاين؟ بيقول لكي نصلح قدر ما يمكننا، والا الامر كان تم. امر تم ايه؟ طب لما تم حاجه تمت ابعد عنها. حاجه هتحصل ما شاركش فيها، ابعد عنها، مش اخش فيها وبعدين اقول كانت هتتم. يعني اخش انا اسرق مع واحد وراس والله كان هيسرق فمعلش بقى انا معاه. وبعدين شوف التدليس على الناس، يقول لك من 1-6 الناس قال كانت عماله تشتم في المسلمين وتشتم في الاسلاميين وتبهدلهم ومش عارف مش عايزين يركبوهم العربيات والكلام ده. طيب ايه ذنب اخوك مرسي في اللي حصل ده؟ هل هو كان سارق البلد؟ هل كان ناهب البلد؟ هلا ذنبه ايه في ان الناس بدأت تقول على الاسلاميين كذا وكذا 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 وكذا؟ ناس ما عندهاش اصل ولا عندها وفاء. نسيوا الاخوان المسلمين اللي كانوا في مجلس الشعب ومجلس الشورى والاتحادات الطلاب والنقابات والمعارض وصلوات العيد، كل ده اتمسح مرة واحدة. طب ايه ذنب الاخ مرسي في كده؟ طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ ما شاء الله من ساعة ما خنتم الله والرسول والمؤمنين وشلتوا أخوك المسلم علشان تجيبوا العلمانيين يحكمونا بمساعدة الصليبيين اللي بيقولوا ان النهاردة أزهى عصور الصليبيين النهاردة في مصر، اللي وزير التعليم رايح يحط لهم خطة التعليم عشان يوافقوا عليها، اللي عايزين يعملوا ده مش موضوعي دلوقتي. ايه اللي حصل بقى دلوقتي بعد الخيانه اللي انتوا عملتوها؟ ما شاء الله الناس بقت تقابل المسلمين في الشوارع تقول لهم السلام عليكم جزاكم الله خيرا، ويوقفوا العربيات للاخوات. تضحك على مين؟ وبعدين انت بتقول مش عايز ابنائي يشتركوا في قتال يقتلوا فيه ولا يقتلوا حد، واحنا قتلنا حد؟ احنا مسلمين وقاعدين في الميادين سلميه وانت تعلم هذا تماما. هم اللي جم ضربونا وحرقوا جثثنا، يبقى احنا كنا عايزين نقاتلهم؟ وبعدين انت بتقول ان لم اتواجد في المشهد كنت هتحط في نفس الحفرة. هسألك سؤال، هو انت كنت تعرف اللي هيحصل؟ هو انت كنت تعرف ان هم هيخشوا بالبلدوزر ويحرقوا الجثث بالجاز ويحرقوا المستشفى الميداني بالجاز؟ انت كنت تعرف ان هيحصل كده؟ امال عرفت منين ان دي نفس الحفرة؟ وبعدين اخطر نقطة، يقول الناس بتتهم السمت الاسلامي انهم كلهم واحد. طب ما الحمد لله المفروض نكون كلنا واحد. هي دي مصيبه ان احنا نبقى كلنا واحد؟ انتوا اللي شقيتوا الصف، ما في موقف خدتوا فيه موقفكم الا مخالف للصف الاسلامي. ومش عايز اقول بقى من الماضي كله واجيب بقى من ساعه الثوره واللي حصل فيها، وكل مصيبه تعملوها وتغلطوا فيها تقولوا طب ما الاخوان كانوا بيعملوا كده. ورديت عليكم قبل كده قلت لكم انتوا مالكم مال الاخوان؟ انتوا طول عمركم بتقولوا احنا الدعوه السلفيه اللي بتصحح واللي السلف الصالح والاخوان دول متسيبين، طب انتوا مالكم ومالهم؟ وبعدين تقول ما تعيشوش في واقع منغلق، في واقع تاني لازم تعرفوه، واقع مبغض بغاء شديد، واقع مبغض بغضاء شديده لم يرى مثلها. طب انا اعمل لهم ايه؟ ما هو كان امن النبي صلى الله عليه وسلم موجود كده. هو النبي عليه السلام وحد الامه كلها، وحد الناس كلها امنوا بيه؟ ابدا. في ناس شافت النبي وبصت له والنور على وشه عليه الصلاه والسلام وهو رسول الله وكفروا بيه. ايه هعمل ايه انا للمجتمع التاني اللي كارهني ده؟ بعمل معاه دعوه، بعمل معاه دعوه، لكن مش مطلوب مني ان انا انافقه ولا ان انا ادهنه. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، سوره القلم. والخيبة الكبيرة يقول هناك جزء كبير جدا مستثنى من هذا العداء. مين بقى دول؟ الدعوة السلفية وحزب النور، وهم دول أرضية الدعوة، وأنا عايز أحافظ على الدعوة. يا سلام يا بتاع الدعوة أنت، يا خاين أنت يا بتاع الدعوة أنت. يعني أنت بتقول إن هم بيحبوكم أنتوا. هناك جزء كبير اللي هو الدعوة السلفية وحزب الزور والبهتان، مش دول أرضية الدعوة؟ دول الناس بتحبكم. ما فكرتش بيحبوكوا ليه؟ أعداء الإسلام اللي بيبغضوا الدين وبيبغضوا المسلمين بيحبوكوا ليه؟ مع إن أنا عايز أقول لك والله ما بيحبوكم، أقسم بالله العظيم ما بيحبوكم، وكرهنكم وكرهين دقنكم وكرهين شكلكم، بس بيتخذوكم سيف يضربونا بيه عشان يقول لك شوف انتوا اللي متطرفين يا متعصبين يا دقون صغيره، شوف التانيين دقونهم عامله ازاي. دول اللي فاهمين بقى التين مش الدين.
تروحوا تنافقوا وتدهنوا وتخونوا عشان يحبوكم؟ وقولوا لي بقى احترموكم امتى؟ ما في موقف عملتوه كان فيه احترام ليكم، وانتوا تقولوا ايه؟ احنا لا مش هنحصل كذا، ولا تروح طب خلاص مش هنخش في البتاع، لا هنخش، مش هنعمل كذا، لا هنعمل. واخر حاجه، اخر مصيبه اهي اللي كنتوا داخلين علشانها، والماده 219 واتشالت، والاخر تقولوا ما هي اصل ما كانتش قران. شفتوا اللعب بالكلام؟ شفتوا اللعب بالدين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا. بيقول انا ما تواجدتش في المجال السياسي الا لكي احافظ على الدعوه في المقام الاول. انت من يوم ما دخلتوا السياسه ولخبطوا الدنيا وتنازلتم عن الثوابت وداهنتم ونافقتم، كل ده كان عشان تحافظ على الدعوه؟ دعوه ايه؟ ده انتوا ضيعتوا الدعوه. وبص بقى يا سيدي الخيانه تبدا منين؟ بيقول لك احنا قلنا للشيخ جلال روح للرئيس وحاول تقنعه بعمل انتخابات مبكره. ليه انتخابات مبكره؟ ليه الرئيس يعمل انتخابات مبكره؟ الناس اختارته، الناس اختارته، والراجل بيحاول جاهدا وانتوا عارفين بيحاولوا يعرقلوه. وبعدين يقول الكل رفض طبعا لان الامر كان تم خلاص. بص الكلام، يقول لك الانقلابيين قالوا عرضنا عليهم قبل كده فخلاص. خلاص يعني ايه؟ يعني هيشيلوا الرئيس بالعافيه، تقوم تشاركوا انتوا يا خونه؟ تقعدوا انتوا بدقنكم جنب تودرس وجنب العلمانيين وجنب المجرمين عشان تشيلوا رئيسكم المسلم؟ ده خلاص يبقى ما دام تم خلاص يبقى خلاص، حاجه تمت خلاص، يلا خش بقى عشان نكسب بقى وشوف هيدونا ايه. ولا عطوكوا حاجه، ولسه هتشوفوا ولسه هتشوفوا. والقاعده بتقول من اعان ظالما سلطه الله عليه. اللي بيقول لك عملنا لجان تقارير في المحافظات وقلنا شوفوا الواقع ايه، بعتوا اعداد مهوله لم يرى مثلها. طيب وقفوا مع رئيسكم بقى، اقفوا مع اللي منتخب شرعي، اقف مع اخيك المسلم. انا عارف انك كاره الاخوان وكره الاخوان في قلوبكم دي عقيده، لكن مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انا اشيل اخويا المسلم بمساعده الصليبيين والعلمانيين. ما توصلش للدرجه دي. ايه الغل اللي في قلوبكم ده؟ ايه الحقد اللي في قلوبكم ده على الاخوان للدرجه دي؟ يا ستير يا رب. وبعدين شوف بقى النفاق بقى، شوف النفاق الواضح. بيقول لك الشعب ده بيحارب الاسلام، اللي هو الشعب التاني لما قالوا انتوا شعب واحنا شعب، ليكوا رب ولينا رب. كلام واضح جدا، هم قالوا كده. هو بيقول لك الشعب ده بيحارب الاسلام؟ لا امال كان بيعمل ايه يا حبيبي؟ ده بيقول لك لا، الشعب ده اللي في القوات المسلحه مش بيحاربوا الاسلام. انا ارفض هذا الوصف. يا سلام. امال القوات المسلحه يا سيدي عملت ايه؟ شالت الاخ المسلم الملتحي حافظ القرآن، قفلوا القنوات الاسلاميه، قبضوا على الاخوه واخوانك في السجون وانت قاعد مروق اخر روقان بره، رجعوا السفير السوري تاني بعد ما مشي، رجعوا السفير الصهيوني اليهودي، قبضوا على اخواتك المحجبات المسلمات. كل ده ما بيحاربوش الاسلام، كل ده مش بيحاربوا الاسلام. ولما دخلوا على اخوانك في رابعه وانت بتقول معظمهم ملتحين، ضربوهم بالرصاص الحي وبالرصاص المتفجر اللي يطلع المخ بره، وبعد ما موتوهم شالوهم بالبلدوزر وكبوا عليهم جاز وحرقوهم. كل ده مش بيحاربوا الاسلام، لا. وجم على المستشفى الميداني اللي فيه جرحى من الاخوه والاخوات، كبوا عليهم جاز وحرقوا المستشفى الميداني. كل ده مش حرب للاسلام؟ لما يحصروا الجوامع ويضربوا المسلمين جواها جوه المسجد ويقبضوا عليهم وهم طالعين، ده مش حرب للاسلام؟ لما يولعوا في مسجد رابعه ويضربوا في المسجد بالقنابل جوه، ده مش حرب للاسلام؟ لما راحوا يهدموا الانفاق عشان يخنقوا اخوانك في غزه اللي الكهرباء بتجيلهم 4 ساعات فقط دلوقتي، ده ما كانش حرب للإسلام؟ لما يقفلوا معبر رفح ضد إخوانك المسلمين علشان يحصروهم في غزة، ده ما كانش حرب للإسلام؟ لما يروحوا يضربوا في إخوانك في سيناء وفي العريش لمصلحة اليهود، مش ده حرب للإسلام؟ ولا ده عمى بصيرة عندك؟ يا ستير على النفاق يا رب، يا ستير يا رب. لا، وشوف النفاق الأكبر بقى يا سيدي، يقول لك دول مش بيحاربوا الاسلام، امال بيعملوا ايه؟ امال اللي عملوا ده كله ايه؟ ده كانوا معترضين على طريقه اداره الدوله. يا خائن انت واللي معاك، عايزين تقنعوا الناس باسم الاسلام ان كل اللي حصل واللي انا قلته ده لسه اللي قلته دلوقتي اهو، كل ده كان اعتراض على طريقه اداره الاخ مرسي للبلاد. اللهم اكفينا شر الغباء، اللهم اكفينا شر النفاق،
اللهم اكفنا شر الخيانة يا رب. واسمع بقى يا سيدي، إدارة الرئيس مرسي أدت إلى الحرب الداخلية. إدارة الرئيس مرسي أدت إلى الحرب الداخلية، ولما نقول أنتوا كدابين بتزعلوا، ويقول لك وأدت إلى الفشل والانهيار الاقتصادي. طيب وإدارتكم يا سيدي اللي تعاونتم مع المجرمين، اتعاونتم مع الخونة يا خونة زيهم، يا اللي خنتم رئيسكم المسلم، ايه بقى الوضع الاقتصادي النهاردة؟ ايه اقول ولا كفاية علينا انابيب البوتاجاز، ولا كفاية علينا البطاطس اللي بقت ب6 جنيه؟ طبعا انتوا ما انتوش حاسين، انتوا مروقين اخر روقان. فين التقارير بتاعتكم يا اخويا اللي بتجيلكم؟ ولا ما بتجيش الا عشان سيادة الرئيس بس؟ اتكلم عن الوضع الاقتصادي ولا انت ادرى بيه؟ عشان تعرف ان كلامك كان كذب، واكثر كلام كذب قلته لما قلت ان العداء الخارجي، إدارة الرئيس مرسي أدت إلى العداء الخارجي لكل الذين ممكن يساعدون مساعدة حقيقية. لو راجل تقول مين؟ زي مين اللي عاداهم؟ فخامة الرئيس مرسي، الله يرجعه يا رب سالما غانما. عمل معاهم ايه الأخ مرسي؟ بالله عليكم يا ناس خلوا عندكم دين، خلوا عندكم دين وخلوا عندكم إنصاف. إدارة الرئيس مرسي جابت عداء خارجي لدول كانت هتساعدنا وما ساعدتناش. ليه؟ عمل معاهم ايه؟ شتمهم؟ بهدلهم؟ بالعكس ده راح لهم، وانتوا عارفين كده كويس. بل خليني اقولها لك بصراحة، انتوا برضو السبب، انتوا السبب مع المجرمين اللي ساعدتوا الناس انهم يقولوا ان الرئيس مرسي مش عارف يحكم وكذا وكذا وكذا. لم تساعدوه وما وقفتم معه ابدا. وبعدين شوف التناقض اللي ربنا وقعه فيه، عشان مش صادق في كلامه. بيقول انا قلت ليهم في مرابعة يعني ان المسألة اجتهادية والمخالفين اخطأوا. اعترفت؟ لا. بص في الاخر يقول ايه؟ بص بيقول ايه؟ انا حتى هذه اللحظة بتزداد قناعتي يوم بعد يوم بفضل الله علينا في هذا الاجتهاد. اصدق ايه؟ اصدق انهي فيهم؟ فضل الله عليك كمان، فضل الله عليك انك تحط ايدك في ايد الصليبيين والعلمانيين وتخون اخوك المسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل في التدليس، تدليس على الناس والله. وبعدين يصف ربعة العدوية الطهرة، الله يرحمهم رحمة واسعة ويتقبلهم في الصالحين. يصف ربعة العدوية بانها الظلم وعدوان وزور وبهتان. اقسم بالله هذا الكلام منطبق عليك وعلى الدعوة السلفية بتاعتك انت، وحزب الزور والبهتان بتاعكم. وبعدين ايه الكلام الخيال؟ يقول لك نميمة للإفساد بيننا وبين الإسلاميين. اللي بيزعق دول، واحد كان بيزعق فبيقول اللي بيزعق دول ضحايا النميمة، ضحايا الكذب اللي اتقال عليكم. ايه الكذب؟ ايه الكذب اللي اتقال عليكم يا خونة؟ يا خونة اتقال عليكم ايه؟ قلنا ان انتم ما حطيتوش ايديكم في ايد تاودرس، قلنا ما حطيتوش ايديكم في ايد العلمانيين، قلنا ما ساعدتوش على الانقلاب على اخيكم المسلم، قلنا ان انتم ما ساعدتوش في قتل الاخوة ما دام ايدتم وقلتوا نوافق على خرطة الطريق الاول، وبعد كده لا ما انا شوف كل حاجة نوافق، لا هنخش البتاع ده لجنة ال50 لا وبعدين دخل هنوافق على مش هنشيل المدني وبعدين شيل هنعمل مش عارف ما هم طبعا محتقرينكم ولا قيمة لكم عندهم. لا وبعدين شوف الافتراء يقول ايه لما قالوا له قول الكلام ده في رابعة، يبقى بيقول لهم يبقى انتوا عايزين تموتوني، يعني كأن بتوع رابعة دول قتلة بيقتلوا الناس. يعني يا راجل ده جابوا كل الناس يتكلموا، حرام عليك تصفهم بكده. كفاية خيبتكم انكم قاعدين في البيوت والاخوات المجاهدات في الميدان وانتوا قاعدين في البيوت، والاخر تقول لا المفروض الاخوات ما ينزلوش لان في احتمال ان العورات تنكشف، وما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. يا اخوي خليك قاعد في البيت بس ما كنتش تتكلم عنهم بالطريقه دي. وزي ما اقسمت باقسم ان الاخوات المسلمات في ميدان رابعه والله العظيم ارجل من الدقون اللي كانت قاعده في البيوت، اللي بيدافعوا عن الحق مش اللي وقفوا مع الباطل وبيساعدوا الباطل. الخونة اللي حطوا ايديهم في ايد الصليبيين والعلمانيين عشان يشيلوا اخوهم المسلم. وبعدين يقول انا عرضت ان هو يفوض صلاحياته ويستقيل مباشرة. ليه يا اخوي؟ ليه يفوض صلاحياته ويستقيل مباشرة؟ ليه؟ عمل ايه غلط؟ نهب البلد؟ ده ما كانش بياخد مرتب، اتشتم واتبهدل باقصى الالفاظ ومع ذلك اتحمل في سبيل الدعوة زي ما انت بتقول. يبقى ليه يستقيل ويفوض صلاحياته؟ لان دي ارادة الصليبيين والعلمانيين.
وانتوا بقى منافقين ليهم وعايزين تقولوا لهم ايوه صح كلامكم مظبوط واحنا معاكم. وبعدين شوف الضعف والخيبه، بيقول لك يعني اقول حط حبل المشنقه على رقبتك، هي دي سياسه؟ وهو ده اللي ماسك الامور كلها دلوقتي. يبقى ما نقولوش بقى الثلاثه بقى اللي هم عوده الرئيس وعوده الدستور وعوده مجلس الشورى. امال نعمل ايه يا اخويا؟ نعمل ايه بقى؟ واحد دخل شقتك ورماك بره البيت، تعمل معاه ايه؟ تقول بقى نفوضه خلاص ومعلش بقى اصل مش هعرف ارجع تاني بقى، يبقى كاني بقى دلوقتي بحط حبل المشنقه على رقبته؟ ده كلام. والتدليس على الناس، انا بعصم دماء اخواني ومن يواجهونهم من الشعب. تعصم دماء اخوانك، تقوم تحط ايدك في ايد الصليبيين والعلمانيين وتشيل اخوك المسلم؟ يا خونه يا خونه يا عملاء. واللي يغيظك انهم لسه بيتكلموا ولسه بيدافعوا عن الباطل اللي عملوه، بالظبط زي ابليس. اخطا ولا ما اخطاتش، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، اواخر سوره الصاد. لكن لما اخطا سيدنا ادم اعترف بغلطه وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سوره الاعراف. لا دول شوف بكل فجر وبجاحه الاسم بالعريض وعمال بيدافع وان اللي احنا عملناه صح. حسبنا الله ونعم الوكيل. والكذب بقى، القرار ده ادى الى منع سفك الدماء. والله امال ال 6000 في 9 ساعات دول ايه؟ واللي قبليهم في الحرس الجمهوري واللي كانوا في مسجد رمسيس، كل ده دماء معصومه. وبعدين علشان تعرف انك انت كذاب، وبقول كذاب وبتهمك بالكذب بعد ما اتهمتك بالخيانه. انت اكبر كذاب انك تقول ان قعدوا يقولوا للشباب في رابعه اقعدوا واثبتوا، وبعدين جات لهم مسجات انهم ينسحبوا، فانسحبوا وسابوا الشباب يا عيني يموت. حسبي الله ونعم الوكيل في لسانك. بقى الاخوان اللي كانوا قاعدين في الميدان انسحبوا وسابوا الشباب. امال مين اللي بنته ماتت؟ مش الاخ البلتاجي كان مشي ولا كان قاعد ولا بنته قال لها امشي؟ مين ابن المرشد العام قتل ولا ما قتلش؟ الاخوان المسلمون اللي كانوا اخر ناس سابوا الميدان واللي اتضربوا واستشهدوا. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انما حقدك في قلبك ضد الاخوان يؤدي بيك الى الكذب وانت دقنك كده وعلامه الصلاه في وشك. يا اخي انا اقول لك اتقي الله. انتوا تعرفوا ربنا يا خونه يا عملاء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبعدين انا عايز اسال سؤال مهم جدا جدا. ايه يا اخويا المرجله والشجاعه دي والقوه دي، ولازم الرئيس ينسحب ويدي صلاحياته مش عارف لمين؟ امال كنتوا فين ايام حسني حمارك؟ فين الرجوله يا اخويا دي؟ ما كانتش ايام حسني حمارك 32 سنه ناهب البلد ودايسنا بالجزمه؟ ما جيتوش الا على اخوك المسلم على سنه واحده وتعملوا معاه كده؟ هي دي الرجوله والمرجله؟ كنتوا ايام حسني مبارك لا يجوز الخروج على الحكام ولو ضرب ظهرك واخذ مالك. لكن اخوك مرسي عشان اخوك الملتحي المسلم الحافظ للقران، لا ده نشيله خالص ونحط ايدينا في ايد الصليبيين والعلمانيين ونشيل اخونا المسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل في خيانتكم يا خونه. وكمان عامل لي مؤتمر وبتبرر اللي انت عملته وبتقول ان كمان ده توفيق من الله ليكم. والله العظيم ده فجر، انا مش عارف فيه ايه بعد الفجر تاني. عموما اللي انتوا عملتوه لما قعدتوا مع الصليبيين والعلمانيين وتآمرتم ضد اخيكم المسلم الملتحي الحافظ للقرآن اللي الناس اختارته، ده اسمه خيانة. فأنتم خونة لله وللرسول وللمؤمنين ولأخيكم المسلم اللي هيقضيكم إن شاء الله في الآخرة بإذن الله فخامة الرئيس مرسي. وارجع وأقول إذا كنت أنت بتتكلم بالدعوة السلفية، أنا عايز أسأل فين السلفيون؟ فينك يا دكتور محمد إسماعيل؟ فينك يا دكتور احمد فريد؟ رحتوا فين؟ الدكتور محمد اسماعيل يقعد مع ناس يسألوه عن حزب الزور والبهتان المسمى حزب النور، يقول لهم حزب النور انتحر. يقولوا له ننشر الكلام ده؟ يقول لهم لا. ليه ما ننشرش الكلام ده؟ وانت فين انت يا دكتور احمد فريد اللي كان بيقول الاخوان المسلمون ما اتاكم حسن البنا فخذوه؟ امال فين دلوقتي الخيبه الكبيره اللي انتوا عملتوها؟ انت موافق على اللي حصل ده؟ انتوا يا بتوع السلفيه موافقين على الخيانه اللي حصلت دي؟ موافقين على ان حزب الزور والبهتان ويروح يودي واحد يحط ايده في ايد الصليبيين والعلمانيين ويتآمر ضد اخيه المسلم؟ موافقين ولا مش موافقين؟ اعلنوا
ووضحوا كلامكم. أما أنت يا ياسر يا برهاني وكل من يعاونك فحسبي الله ونعم الوكيل فيك، وتاريخك موجود كله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. شوهتوا الدين وشوهتوا الدقون وفتنتوا الإخوة وفرقتوا الصف. في آخرة هنقف فيها أمام الله، في لقاء قدام الله في الآخرة هنعرف يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورة الطارق. السلام عليكم ورحمة الله.